الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا نظم تحفة الخريج في علم التخريج المسماة بالموقرة. قلت فيها: الحمد لله عظيم الشان ومنزل الآيات والتبيان، مصليا على النبي المقدام وآله وصحبه الكرام. وبعد، في مدينة الرسول بدأت نظم هذه الفصول، مبتغيا ثواب ذي الجلال ونفع طلاب بذي المقال. اعلم أخي مريد علم الأنجم، عن الحديث أهله كالأنجم، أن الأصول فيه كالتخريج، مهمة للطالب الخريج. حد التخريج: وفي لغتنا له معاني مبثوثة عند أولي العرفان، استنبط التدريب والتوجيه، فهذه ثلاثة فعيها. وحده عند أولي التحديث إبرازه من مصدر الحديث، أعني بطون الكتب والأجزاء، مخرجا برتبة الإجزاء. ويطلق أيضا على الدلالة على الحديث مصدر الأصالة. مصادر الحديث الأصلية: مصادر الحديث كتب السنة كستة الأصول وهي الجنة، وبعدها موطأ لمالك، مستدرك لحاكم لسالك، يتبعها مجامع الأطراف كتحفة المزي لدى الأشراف. ويوجد الحديث في الفنون بشرط سبقه بلا ظنون، كجامع الطبري في التفسير، وما هو التاريخ في الشهير، من كتب التخريج. وأقدم ما ألف في التخريج فوائد الشريف للخريج، وبعده محمد المؤدب مخرجا حديثه المهذب. والعسقلاني لخص الحبير مخرجا حديثه الكبير. والزيلعي ناصب لراية مخرجا حديثها الهداية. والحافظ القوي في الهداية مؤلفا كتابه الدراية. طرق التخريج: أولها طريق راوي الصحب، ثم بلفظ المتن دون سحب. ثالثها بكلمة للاك على اللسان دون ما فكاك. رابعها معرفة الموضوع وقصده معناه للوضوع. خامسها التخريج قيد النظر حال المتون سندا كالأثر. حدود وفوائد وكتب: مسندهم كتابهم وقد حوى حديث كل واحد به ارتوى، أعني صحابة النبي الحنفاء مرتبا مستكملين الشرف. وأشهر المسانيد لأحمد مسدد مسرهد ممجدا. وابن الزبير قل له الحميدي بقيهم لمخلد رفيدي. والمعجم الكتاب في اصطلاح حوى مسانيد ذوي الصلاح، أشهرها الكبير للطبراني وأوسط صغير خذ بياني. معرفة الكتاب في الأطراف بذكر متن أول بل كافي، أطراف قوم عرفت بالعشرة إتحافهم لذي العقول المهرة. مستخرج كتابه لذي سند كابن أبي ذهل عليه يعتمد. ومسلم عليه لأبي عوانة مستخرج يكفي لذي فطانة. عليهما معا لأبي نعيم لأصبهان نسبة كتيم. فوائد كتب الأطراف: إن قيل ما لكتبهم فوائد فقل لهم بل عكسه فرائد. من ذاك جمع سند في واحد، والباب والكتاب صل ماجد. وضبطهم لعدد مروي الصحب، وكتبهم في ذاك صدر الرحب. اصطلاحات مهمة: وهاك رمز تحفة الأشراف، يحويه كل كلم هار دافي. خست
قدمز تمسيخ تع كرمز. ومعجم مفهرس لابن فؤاد يحيل عند بحثه من المواد، مثاله تأدب 15 للترمذي كتابه لذي بشر. وتمت المنظومة الموقرة خريدة مسبوكة ميسرة، أرجو بها ربي عظيم الأجر والفوز في الدارين دون فخر. والحمد لله لها ختام وبعده الصلاة والسلام على النبي القرشي محمدا وآله وصحبه مجددا.